مرحبا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير ودومكم بخير. رجعت لكم فيديو جديد ان شاء الله اليوم فيديو تحبوه. قبل ما ابدا الفيديو خلونا لايك نديكم الحلوه واشتراك بالقناه اذا كنتم ما مشتركين. وحبيت ارحب بالمشتركين الجدد واقول لهم كل الهلا بكم قناتي وان شاء الله تعجبكم قناتي. مثل ما تشوفون سوقت طبعا هنا مثل ما تشوفون هنا مريم ما تخليني يعني لا اصور لا يعني صار له يعني ما انزل فيديوهات يعني بسبب مريومه. فهسه مريومه نامت وقلت لازم انزل هذا الفيديو. طبعًا هنا طافية الكهرباء وبنات حماة خطية يردن يجن سوق. طبعًا أنا عندي مسواق فجبت هاي يعني النواقص. هنا جبت كبود الدجاج طبعًا البنات ذني كلش طيبات جبتهن مرة واحدة وحبوهن الجهال. وجبت هذا الفنجر هم هاي النوعية كلش طيبة. فهنا مثل ما تشوفون جبت جبن موزاريلا ونومو وبهارات يعني هاي السوالف اللي إحنا نحتاجهن دايمًا للبيت. واليوصل هنا بنات يا ريت تخلون لايك على مود الفيديو يصعد. طبعًا بنات هسه تقول ليش ما تنزلين فيديوهات وصار لِك هواي بنات قلت لكم أنا بسبب مريومة. قلت لكم لا بعد ما أدري يعني ما أقدر أمسح الصوت وأرجعه. فشنو بنات هنا هم جبت جلي ويعني قلت بالليل أسوي لهن قعدة ويا بناتي. هنا جيت أصور لكم العشا فشنو هنا والله يعني نسيت ارتيت يعني أسوي عشا. وبناتي بقن يعني يسولفن وياهن. فنسيت التصوير ما صورت العشا فشنو راح أصور لكم القعدة. سويت لهن قعدة ويا بناتي هم كلش حبنها. طبعًا هنا جبت لهم شامية وجلي سويت لهم اندومي وقهوة. طبعًا تعرفون البنات الشابات يحبن يعني الاندومي أكثر شي يحبن الاندومي الجلي طيه هنا يعني إنه ما أبقى ما باتن يعني قلت لهن باتن بناتي يعني لحن عنيد فهنا لا قال لازم نروح. هنا جات عندي عيال خطار فراحن أبو محمد أخذهن تقريبًا بالوحدة من الليل. فهنا هاي ثاني يوم قعدنا أنا ومريومة جاي نتريق هنا. طبعًا بعد هي خليت يمها ملاعيب وخليتها سوت يعني الصالة هوسة. مريومة إذا تريد تلعب تسوي الصالة هوسة أو الغرف. فأول ما بلشت نظفت الاستقبال يعني تنظيف خفيف. هي نظيفة ما بيها شي الغرفة. فشنو بنات شوف هاي الشجرة مريومة نافشتها نفش. هسه من بعدها عزلتها وكنستها. وهسه هنا راح أكنس. طبعًا هنا مريومة اجت يمي ما أعرف يعني إذا ما تشوفني يمها تخاف خطية. فجبتها يمي وبديت أكنس الغرفة. هواي ما منزلة فيديوهات بنات ماكو وقت. يعني تعرفون شوف هنا مريم جاية تلعب ويا المكناسة تسمع الصوت. البنات بالمدارس يعني أنا شو أقول لكم مثل الخميس والجمعة والسبت لا والله شوية أرتاح يعني ياخذن نص الشغل مني. فيجن من الشغل نبات إنهم يعني غسلن المواعين وياي فمو نفس لمن يعني ما عدتن دوام. فش نسوي الحمد لله وشكر الله إن شاء الله يخليهم سالمين. طبعًا هنا مثل ما تشوفون بنات أول ما نظفت غرفة الخطار. هي يعني نوبات تبقى نظيفة يعني نوبات ما أنظفها يوميا يوم ويوم كل يومين. نوبات لا والله يوميا أنظفها. فأكثر شي هم يقعدون بالغرفة الأخيرة. شوفوا هنا مريم ايش سوت. شوف الهوسة. طبعًا هنا خطية يعني هم البنات غسلن المواعين فهاي ما أعرف مين طلعت المواعين لازم تطلع بمواعين الصبح. لقيت هنا بنات الجو كلش بارد يعني شو أقول لكم ذيج البرودة اللي فاتت تتذكروها. فهنا قلت لهم ماكو أنا اليوم كله أسوي بس أنا ما خليتني يعني خطية قهرت عليهن. فغسلت هنا أول ما عزلت المواعين. ما أعرف قلت لكم يعني أغسل المواعين ما أعرف وين طلع لازم الصبح نغسل المواعين نرجع نغسل المواعين. فهنا شوفوا هنا كملت المواعين وهسه آخر شي لميت الملاعيب وكنست الصالة وهنا جيت هاي هي يعني كيف ساعة أسويها ومريمة تنفشها. فكملت غرفة الخضار رجعت البردات بخرت وشغلت الصوبة لأن الغرفة كلش باردة لأن شغلت البنكة والجو بارد. فخليتها تدفى. وهسه من بعدي راح نشوف ايش عندنا. طبعا هنا شنو بنات عندي عجينة بقت من العشاء. فاشتهيتها قلت خلنا نسويها العصرية. فطلعتها من المجمدة وعندي هم يعني حشوة. طبعا أنا خليت هاي الشجرة بس هسه شنو بنات وخرتها شفتها يعني صارت هوسة. فهنا هاي العجينة سويتها لحمة بعجينة. وسويت وياها شاي ووزعتها هم للبنات. هم كلش طيبة صارت. لأن سويت بقتها قلت لكم أنا سويت البنات حماتي يعني كمية تقريبا 4 بيتزات. فبقى عجين وبقت حشوة ضميته ثاني يوم سويته.
ومن بعد بنات طبعًا راح أسوي فلافل، سويته مرة واحدة فكلش حبوه، قالوا بعد لا تجيبون يعني من المحلات انتِ تسوين لنا إياه، بنات كلش طعم وطيب، يعني تسوونه بالبيت أنظف وأطيب، صدقوني أطيب، سووه وما راح أبد تعوفونه. فشنو أنا شفتوه يعني جمدت اللبلبي وياكم. هنا خليت كراث وبصل أخضر، بس ما خليت ثوم، ما أحب الثوم وياه، هنا البيت كله ما يحب الثوم. فهنا شنو خليت وياه الكرفس، وخليت هاي الصمونة شفتوها، إذا ما عندكم مثلا متوفرة صمونة خلوا طحين عادي. فهنا خليت كمون، يعني بدال ما أخلي بيض، العفو بدال ما أخلي ثوم خليت كمون، وبهارات جدر وبهارات مرقة دجاج وبيضة. بس هنا شنو بنات ما عندي فلفل أسود، يعني البهارات ايش عندش خلي، فكل شي يعني خلي منه قليل. وهنا بنات ما عندي سمسم، هم السمسم كلش يعطيها طعم كلش طيب، وسويته بمحضرة الطعام. أي شي راح أخليه ظرف كمباودر، يعني بدال السودة. هنا راح أقلب الجدر، تعرفون الفلافل لازم يعني زيت هواية. وشوفوا شكلها بنات. وطبعا حبيت أسوي لهم بالصاج، لأن قلت خلنا أجرب يعني أسوي لهم بالصاج، فطلعت كلش طيبة. وطبعا هنا أكبس وأطيهم، فبقيت أخير وحدة أنا يعني إذا أسوي سياح أو أسوي مثلا أسوي لهم صاج أو أسوي لهم فلافل، أخير وحدة أنا آكل. ليش بنات؟ لأن أعطيهم خطية يعني أي شي حار طيب. فهاي وجبتي أخير وحدة أني. ويا رب اليوم عجبكم الفيديو، لا تنسونا باللايك والاشتراك.